أماكن عايزين نروح ليها. القاهرة، الجزء التاني. وبعد ما تمشينا شوية في المعز وصلنا مجمع السلطان قلاوون، اللي هو عبارة عن مدرسة ومسجد وكل حاجة. المكان أثري بطريقة بجد تخليك تبقى مش عايز تخرج منه أصلا. وبيني وبينكم مهما كانت الحاجات المودرن شكلها أحلى، بس الحاجات القديمة الأثرية شكلها أحلى بكتير. وهنا وأنا بتمشى في المكان وعامل نفسي مش داري إني بتصور، وهنا بقى دي منطقة المسجد، واللي بجد كفاية التفاصيل اللي موجودة حرفيا في كل شبر فيها. واللي فيكم بيسأل أنا ليه محتاجة أروح كل الأماكن دي؟ بجد الخروج في الأماكن القديمة بيديك إحساس كده بين هدوء شوية. أنا محتاج أنبسط. ودي تعتبر ساحة المسجد اللي في نفس الوقت كانت تعتبر مدرسة زمان. وعلى حسب معلوماتي الضئيلة هفترض ان ده منبر المسجد. وعمو اللي كان بيشرح لنا قال لنا ان في حد ما مدفون هنا، بس الحقيقة مش فاكر اسمه، فمش هنقف عند دي كتير. وبعدها انتقلنا لوجهتنا التالتة. بس هل يا ترى اليوم هيمشي من غير مشاكل؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الثالث من